اهلا وسهلا بيكم حلقه جديده من برنامجكم ورا مصنع الكراسي. من اكتر المواضيع اللي كل ما الاعلام يتزنق يتكلم عنها هي الجن وتحضير الارواح، لدرجه ان في اعلاميين بقوا متخصصين في الموضوع ده، وللاسف الموضوع بقى شائك وبقى المشاهد محتار ما بين مؤيد ومعارض ومرعوب مرعوب زي كده. الكلام والاعراض اللي تقول لك مش عارف شفت ايه وشفت نار وشفت جن وشفت واحد مش عارف ايه، ملوش اساس، ملوش اساس. تبحث مع طبيب نفسي يشوف اساس الكلام ده ايه ويعالجها، لكن لا راكبها جن ولا لابسها مش عارف ايه، كل ده هطل والله انا كان عندي حماتي وكان عندها زوج من العلويين في الجان لمده 45 سنه. جن يعني ايه؟ جن يعني ايه؟ مفيش حاجه اسمها جن. هو الجن بيجي للانسان؟ ده كلام مستهلك يعني. اول اعلاميه معانا النهارده هي الاعلاميه ريهام سعيد، كانت نجمه الموضوع ده قبل ما تقف. يا عالم بقى بعد ما رجعت هتجيب الحاجات دي ولا لا؟ بنفكرها بس. اشهر موضوع لريهام سعيد الخمس بنات الملبوسين اللي تسببوا في انقسام كبير لمتابعي الاعلام العفاريتي ما بين مؤيد ومشكك. ما بخافش والله، ما بخافش. نوريكي اللي احنا هنشوف. انا ما بشوفش حاجه وما بخافش. عارفه ليه؟ عشان معايا حد كبير قوي. ما بتخافش. اللهم قوي ايمانك يا استاذه. اول حاجه عملتها الاستاذه راحت جابت الشيخ اللي بيعالج الموضوع ده، ودي كانت النتيجه. وعشان التنوع الإعلامي بعد ما خلصنا قصة الخمس بنات دخلنا على البلاد اللي بتولع، والقاسم المشترك الأستاذة ريهام سعيد والشيخ طبعا معاه. لا مش سهل خالص. ده انا بختصر، كل واحد بيخلص التالت بختصر. لو كنا في اصل بص، اللي بيحرق البيوت دي جن، تمام؟ الجن لهم وضع معين، عشان تيجي تمشيهم لازم تجيب رئيسهم. طب رئيسهم مين يسيطر عليه؟ لازم يكون واحد اقوى منه. ننتقل من صبايا الخير لواحد من الناس مع الأستاذ عمرو الليثي، وبرضه على نفس الخط. كرة تحترق وعفاريت بتسرق فلوس، طب يشتروا بيها ايه؟ عمو عندك عسلية؟ الولع منظر الولع بيحكي لي طلع من تحت السرير، مش في السرير، من تحت السرير وطلع من بين السرير والدولاب طاقة كده طلع. مين بتاع مين الدبدوب؟ هو كان جايبه صبر النسيبي، ده كان جايبه هديه لخطيبته في مين صابر؟ ايه موضوع الدبدوب يا صابر ده؟ فين صابر؟ ايه حكايه الدبدوب يا صابر دي؟ انا جايب الدبدوب ده بقى اكتر من 30 سنه. من ساعه ما كنت خاطب المدام. كنت جايبه في عيد الحب، وبعدين جبته مع هامل البلد وهي جايه. يعني ايه ده موضوع الدبدوب ده يا مدام؟ كلنا استغربنا اللي كل حاجه في الاوضه الحي كله هنا بيتكلم عن الدبدوب. كل حاجه اتاكلت في الاوضه من عداه هو، وتاني يوم بعدها اخر النهار في نفس اليوم لقوه في الاوضه الثانيه. واحده صوتت من بتوع الشارع قالت في دخان طلعنا جري، لقينا انا ما طلعتش بقى، انا ما بقدرش الصراحه اخش. فهم دخلوا قالوا الدبدوب، نزلوا عليا الدبدوب فين؟ قلت لهم انا ما اتحركتوش من مكاني. قالوا الدبدوب جوه في اوضه النوم والسرير مولع والدبدوب فيه. بس هو ده اللي لفت نظرنا. مصحف طلع سليم في الأوضة الأنتريه ديت، والدبدوب المصحف طلع سليم والدبدوب كمان. الأستاذ عمرو الليثي باع المعدة بتاعته مع إنه لا يعتقد في الخزعبلات، هو والمعدة بتاعته سلمها لأول ضيف بيفهم في الجن والعفاريت، مع إنه كان في الأول مش مقتنع هو والمعدة بتاعته، لكن بعد كده تحس إنه حب الموضوع هو والمعدة بتاعته. البعض بيرى انها ممكن تكون ترويج للخرافه، وانا بقولها لكم بمنتهى الوضوح والصراحه ان انا لا اقتنع
بهذه الاشياء. مش تمام. كمان شويه هتقوم لي هنا. كملوا عدد العيون اللي في جسمها اللي بصيت لها ما صليتش على النبي. اوضح لاني مش شايف. وضحوا وضحوا. افردوا كويس لان انا اقسمت لها على كتاب الله مش هتصدقني. هتقول لك كده راجل طيب جاي عايز يسترزق. هم طبيعتهم كده، البشر كلها كده، مش هي بس. افردوا كويس. اطلعوا لها فوق قدام عينيها، خليها تعرف ايه اللي فيها. قدام لها فوق قدام عينيها هي. يلا ارفعي ايدك ونزلي ايدك وافتحي ووري واقفلي وشوفي عدد هو انا فعلا كانت ايدي حاساها بارده، فمش حاسه انه في حاجه فتحت او في حاجه اتقفلت. انت مش حاسه؟ لا، وانا حاولت اقاومه بصراحه لاني كنت مش مقتنعه، لغايه ما وصلنا بقى للشيخ ميزو اللي طلب ايد ام العفريت على الهوا. يجور فين؟ متسلط عليه من زمان. متسلط عليه من زمان؟ بسبب؟ بسبب ايه؟ حقد وكراهيه له لامه ولابوه. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. وبعدين بعد ما كبر بدنا بنحارب عليه اكثر. جن ولا شيطان؟ انا من عبدة البشر العظيم الاعظم. طيب جن ولا شيطان؟ شيطان، ما بقول لك عبدة البشر بالشيطان. عبدة البشر بالشيطان. امك اسمها ايه يا عفريت؟ نعم. اسم الوالده عشان يبعت السجل. مريان. ده ايه اسمها ايه؟ مريان. مرتبطه ولا لا؟ لا. طب لو مش مرتبطه اخطبها لي. طب نكمل ولا ايه؟ كمل. مش تستهزأ بي وإيه سمح. طب لو ذكر تعالى البسني انا. البسك؟ طيب نفسك بكره هوريك. وحياة انت وعفاريتك لو عم العفريت. انا بكره ببعت لك واحد من اولنا وهتعرف كل حاجه. احب بقى احيي المذيعه اللي عرفت تصور مع الدجال من غير ما يعرف انه بيتصور او حتى عفاريته تبلغه. اصله لو عرف خلاص. من الاخر كان شغل معروف كرتون انا انتهت من اخرها. هنا بقى الدجال ابتدى يحسسني ان الموضوع خارج من ايده، وان الاسعار العفاريت هي اللي بتحددها، وبيقول للمقدسه تمام مفيش مشكله، هي عارفه ان الكشف ب 50 جنيه. وصارت لغايه البيوت كانت 1450. تم رجعت للبيوت وبدات اعمل ضمير كتير. رجعت للبيوت بنصرف شيء يتحمل مسؤوليته. عايز اقول كلمتين لزملائي الاعلاميين الطوال المتخصصين في الموضوع ده. لو استضفتوا عالم ازهري يتكلم في الموضوع ده كنتوا هتخلصوا الموضوع، الا لو انتوا عايزين تعفرطوا الناس وتشقلبوهم. حاجه صعبه قوي، ما يصحش كده. انا بحس ان الناس لا هي عارفه ولا هي فاهمه ولا اي حاجه في الدنيا، وبس قدامي ميكروفون بتكلم فيه او جورنال بكتب منه. لا يا جماعه، دي دوله هتضيع مننا كده بالطريقه دي. احنا بننشر جهل وعدم وعي بين الناس. مدونة السلوك المهني للأداء الصحفي والإعلامي. الامتناع عن كل ما من شأنه إشاعة الأفكار التي تروج الدجل والشعوذة والخرافات وتغيب العقل. اللهم اجعل كلامنا خفيف عليهم. ورا مصنع الكراسي. يا ابني ساعدنا عشان احضر روح امك. روح امي ليه؟ ما تحضر روح امك انت. يا ابني انا اتصلت ببرنامج تحضير الارواح وقالوا لي لازم نحضر روح مراتك عشان تعرف اللي انت عاوزه. انت متاكد بالحكايه دي؟ انا قالوا لي الوصفه جهزت البخور والعصافير وادي الصوابع ماسكه العصافير وادي القرعه. هنشوف بقى هيحصل ايه. انت متاكد من العصافير دي؟ ايوه متاكد. سيبني بقى عشان عايز اسال امك سؤال مهم. سؤال ايه؟ اصل كنت شايل قرشين كده، كنت عايز اعرف شايلهم فين. قلبت الشقه ومش لاقيهم. قرشين انا ماليش دعوه، انا عايز نصيبي. خلاص استنى ابو اسد. خلاص. كم ماي وايف بليز. كم ماي وايف بليز. كم ماي وايف بليز. يا عم ما تقولهاش بليز دي وعلي صوتك زعق لها. اشمعنى يعني؟ عشان هي ما بتعرفش انجليزي اصلا. صح. كم ماي وايف لو سمحتي. كم ماي وايف لو سمحتي. اطلعي يا ماما. ما تطلعي وليه وتكم بقى في ايه؟ مين دي يا بابا؟ انا مرات ابوك يا منش. مرات ابويا؟ عرفتها امتى؟ دي ثانية. مين ثانية دي يا بابا؟ اتقابلنا في المترو. مترو؟ أول ما فر من المترو قفشت فيا. اتجوزنا عرفي وفي آخر الخط قطعنا التذاكر. ازيك يا حبيبتي يا ثانية؟ وحشتيني. وانت كمان يا روح. ما نسيتش معاكي حاجة كده؟ حاجة زي ايه؟
فلوس؟ اه فكرتني، فين ال 150 جنيه اللي عليك؟ 150. اه طب اركني وانزلي هنا، انا معايا فلوس اصلا اكل. اتكلي على الله، خلينا نشوف روح امه هتتحضر ولا لا. بقول لك ايه، انا ماليش دعوه، انا عايز فلوس ابو قسم. خلاص لما نحضر روح امك يبقى نشوف القسم مع امك. ماشي. اتفضل. شطان. ماي وايف لو سمحتي. شعرها مش هيطول. ماي وايف لو سمحتي. اكتر اعلى. ماي وايف لو سمحتي. اطلعي. ما تقومي يا ولاد وتخلصي بقى. ماما وحشاني يا ماما. ايه ده؟ امك اتقرضت بعد ما ماتت يا دي مانش ولا ايه؟ حبيبتي يا ماما وحشاني قوي. وانت يا اخويا ولا راحمني حيه ولا ميته؟ معرفش انام شويه يا راجل. بص يا وليه، ما تتلعميش عليا، قولي لي الفلوس فين؟ قولي له الفلوس فين يا ماما؟ فلوس؟ اه. فلوس ايه؟ اوعي تعملي لي حبتين السهوكه دول اللي كنت بتعمليهم وانت حيه، تعمليهم وانت حيه وانت ميته. والنبي يا قولي ماما لي قولي. الفلوس راحت فين؟ افتكرت القرشين اللي انت كنت سايبهم معايا، كنت يا اخويا حطاهم في كيس ولازقاهم تحت الانبوبه بتاعت الغاز. اول ما اغير واجيب الجديده اشيلهم من القديمه واحطهم في الجديده، اشيلهم من القديمه واحطهم في الجديده. الانبوبه. حتى الفلوس في كيس وتحت الانبوبه. حطيتهم في الانبوبه. الانبوبه اتباعت يا امه. الفلوس راحت يا ابن المنفسه. انا ماليش دعوه، انا عايز فلوس. فلوس ايه؟ انا عايز فلوس. ومين دي ان شاء الله؟ دي خط المرج حلوان يا امه. وانا مصنع الكراسي. انتشر في الفترة الأخيرة ايفنت اسمه صورتك وانت صغير، والناس اتهبلت عليه وزاطت وهاجت. في برنامج جميل اسمه مسبيرو بيقدمه الفنان سمير صبري، بيجيب الحوارات القديمة والحاجات الأبيض واسود، تراث طبعا، كتر خير الراجل، بيعرف اللي مش عارف. واحنا تحية مننا للأستاذ سمير صبري، هنوري له مسبيرو بقى، أول ظهور للفنان سمير صبري. ومن الابيض واسود تعال نخش على الالوان. كان في متسابق في احد برامج المواهب، شفيق يا راجل. تعال نسمع بقى قال ايه. وطبعا عشان شيرين مشهوره ومحبوبه كده محدش جاب سيره المتسابق ده واعتبروه مجنون، وما جابوش سيره الموضوع ده اصلا. لكن تلف وتيجي الايام وتظهر الحقيقه، ويظهر الفيديو اللي يثبت صحه كلامه. هرجع عمري في يوم ما هروح بعيد تاني واعتب عليا ولوم بس املى احضاني. هرجع عمري في يوم ما هروح بعيد تاني واعتب عليا ولوم بس املى احضاني. وانت اللي قلبك كان حضن ودفا وحنان، وانت اللي قلبك كان حضن ودفا وحنان. ما باش لقلبي مكان يحميني ويسعني، يحميني ويسعني. حبيبي يا ريته يسمعني، حبيبي يا من يرجعني. طالما بقى جبنا سيرة الأيام القديمة والفيديوهات القديمة، ظهر قدامي وأنا قاعد ورا مصنع الكراسي كده حمو حبيبي حمائي يا عم، أيام الكحرطة. مشيت على كيفك وطلعت لك يا جميل غيروا عملك واختلفوا فيك. والله سيدي سنتين وشهرين وانا سايبك على كيفك. دنا 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 انا وكيف العمل يا جميل. لو انعدل لي على كيفك ده انا اطلب من الله يرجعك ويوصلك وانت قاعد بيتك. وبالمرة بقى عشان نقفل الفقرة دي، تعالوا نشوف النجوم بتاعتنا في مجموعة من الكليبات القديمة. لو لعبت يا زهر. وانا مصنع الكراسي.
كتير من الناس بتحب تظهر على غير طبيعتها، وده بصراحة بيبقى باين قوي على الشاشة يعني، وده بيدل على حالة صعبة من الشيزوفرينيا. يعني لو عايز يعمل لك فيها ابن ناس كده يخبط لك كام كلمتين انجليزي وسط الكلام. للاسف الثقافة دي بقت منتشرة قوي بين الوشوش اللي بنشوفها على الشاشة. تعالوا بقى نشوف الجرائم اللي بترتكب في حق اللغة الإنجليزية. تعال نشوف مثلا الإنجليزي بتاعت كابتن غندر. Egypt beautiful? Egypt. Sorry, I didn't understand. Egypt. مصر. فوتبول ايجيبت اهلي زمالك كلاب. Say again. كلاب اهلي زمالك. I'm not familiar with it. No, مانشستر يونايتد, ارسنال, good, Oh, they're good teams. Chelsea. Good teams. They're good teams. Yeah, I know Chelsea. Yeah, Chelsea, my favorite team's Portsmouth. بورتسموث. Yeah. good بورتسموث. They're not good. ده الفريق المفضل بورتسموث. بورتسموث. Portsmouth. Yeah. تقريبا الظاهرة دي منتشرة وسط الرياضيين. ده مثلا الإنجليزي بتاع الكابتن شوبير. Not going the Super Cup game, disappointed with the way things are being dealt with. ممكن أي حاجة تحصل. يعني ليه يا خالد؟ الفنانة بدرية طلبة كانت صريحة مع نفسها ومع جمهورها، وقدرت تهرب من سؤال منى الشاذلي بلطافة. قولي للناس أنا قاعدة على الكنبة وبقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. انا قاعده على الكنبه بالانجليزي يا بدريه. وبقول لكم يا ستي قولي بالانجليزي. اي ترانسليشن انا جايه فيه ماشي. انا قاعده الفوتيه. انا اولا انت عارفه انا ايوه بس. لكن الفنانة غادة عبد الرازق ما عرفتش تهرب من المهرجان، واضطرت للأسف تواجه الموقف. The award of Best Actress go to Admel Hamel France for her role in Love the First Fight. Receiving the prize, Mrs. Barbara Lorry. ايه التلوث اللي انا سمعته ده؟ روحي يا ورده قولي لنفين قبل ميرفت بتقولي انها في الانجليش فله. اما الفنانه فيفي عبده فعندها قدره غريبه على اقناع اللي حواليها ان هي بتعرف تتكلم انجليزي، لغه الجسد. When did you arrive in Lebanon? Tomorrow. Yesterday. How long are you staying here? 2 days just. عارف كيم؟ ايه مين هي كيم؟ عندها قد ايه فريند. انجوي. بس بقول ان الدراما I swear I love you. You love me. اسكوز مي بقى وخمسة موا. يلا بقى. واخيرا اللي بيسموها الجلاشه، الفنان راغب علامه عمل الجلاشه مع احلام بسبب الانجليزي بتاعها. اليوم كان فعلا شي واز يعني شي ويل بي. اعتقد انه راح يكون في قوليها بالانجليزي. لكن الحقيقه يا جماعه الانجليزي ملوش علاقه باللي احنا بنعمله فيه ده. الانجليزي ده لغه عالميه ولازم نهتم بيه من واحنا صغيرين عشان الاجيال الجديده ما تعملش زي القديمه، بس واضح انه لسه بدري. شوف انتوا الفيديو ده ويت مي الحلقه الجايه في Behind Cheers Factory. I have two eyes and I can see the dog the monkey in front of me. اوكي. ايه بقى معاك؟ العجل في بطنه. صح. ايوه 7 برتقانات. صح. ديك اصفر صفرانجي بيقفقف على قفص عيش قصب ناشف. صح. يس. صح. بليز اجيم. صح. عم رضوان كنتوا بتقولوا ايه؟ برافو عليك، نسقف لعم رضوان.